أكبر خلل موجود في الكرة الذهبية هو العنصر البشري. فسواء كنت مدريدي رايق ومتزن في تفكيره، أو مشجع برشلوني مثقف وموضوعي، أو مشجع هادئ وحكيم للسيدة العجوز، أو مشجع مانشستراوي منصف رغم الظروف الصعبة، أو العكس واحد ناوي يخصف الكرة الأرضية كلها عشان البلوز تشيلسي. في النهاية مهما حاولنا نكون موضوعيين ومنصفين، إلا أن الطبيعة البشرية هي اللي بتكسب المعركة دائما. لهذا السبب في هالحلقة بنفتح الدفاتر القديمة والجديدة، وبنقلب كل القضايا الجدلية اللي مرت على الكرة الذهبية، وراح نكون لجنة من 5 برامج ذكاء اصطناعي، ونخليهم يعيدون التصويت في كل القضايا الجدلية بدون أي تدخل بشري. فخلونا نبدأ حلقتنا ونمسك أول حالة جدلية في تاريخ كرة القدم. الغريب أن جائزة الكرة الذهبية بدأت في 1956. من أول نسخة صار جدل على أحقية الفائز في الكرة الذهبية، اللي فاز فيها ستانلي ماثيوز لاعب بلاكبول الإنجليزي. والأغرب أن أكبر المعترضين على فوز ستانلي ماثيوز كان هو مؤسس الكرة الذهبية نفسه، جابرييل هانت. وسبب الاعتراض أن 16 صحفي اللي صوتوا ما اختاروا على أساس أداء ستانلي في الموسم، بل تعاطفوا مع مسيرة اللاعب الإجمالية. يعني كيف تعطي الجائزة إلى لاعب عمره 41 سنة وترتيبه رقم 132 في قائمة هدافين الدوري الإنجليزي؟ غير أن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي راحت لحارس مانشستر سيتي بيرت تراوتمان. فمن وجهة نظره اللي كان يستحق الكرة الذهبية وقتها هو هداف الدوري الإسباني وبطل دوري الأبطال في ذاك الموسم، أسطورة ريال مدريد دي ستيفانو. فحتى ننهي جدل بني البشر، سألت لجنة التحكيم من يستحق الفوز، فالنتيجة كانت كالتالي: شات جي بي تي رايه كان دي ستيفانو، وحتى المتابع يطمن أكثر فاختياره كان حسب البيانات والأرقام فقط. باقي المصوتين كانت نتيجة تصويتهم جيميناي دي ستيفانو، كلاودي دي ستيفانو، ديب سيك دي ستيفانو، لي تشات دي ستيفانو. النتيجة كانت بالإجماع على أحقية دي ستيفانو. خلنا نروح إلى ثاني حالة مثيرة للجدل في موسم 59-60. أول صراع برشلوني مدريدي على جائزة البالندور. كانت بين أسطورة برشلونة لويس سواريز وأسطورة ريال مدريد بوشكاش، واللي كسب الجائزة كان لويس سواريز اللي تحصل على 54 نقطة مقابل 37 فقط لبوشكاش. ونقطة الجدال كانت بوشكاش هداف الدوري الإسباني وهداف دوري الأبطال وهداف كاس الملك، فأرقامه كانت إعجازية حتى بالنسبة إلى يومنا هذا، فشلون ما فاز فيها؟ السالفة أن بوشكاش كان عنده مواقف سياسية، كان ثائر ومتمرد على الحكومة المجرية اللي كانت تبع الاتحاد السوفيتي. غير أن في كاس عالم 1954 المجر كانت مرشحة للفوز بالبطولة، فهي تغلبت على ألمانيا الغربية 8-3 في دور المجموعات، وجه النهائي ألمانيا الغربية ضد المجر، والمجر تتقدم بهدفين بعد 8 دقائق بس، لكن ألمانيا قلبت النتيجة إلى فوز 3-2. بعد المباراة بوشكاش قال للصحافة أن لاعبين ألمانيا كانوا مدججين بالمنشطات، وهذا الشيء خلى بوشكاش غير محبوب ويكون محارب من قبل جهات كثيرة. فشنو رأي لجنة الحكام في هذه القصة؟ شات جي بي تي اختار بوشكاش، ليتشات حرفيا ما يفهم، راح اسكت احتراما لك. مرة يختار بوشكاش ومرة لويس سواريز. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. لما اضطريت أخلي له أرقام الاثنين من أهداف وأسيستات وبطولات فاختار بوشكاش. ولما سألته بكل احترام هل أنت متأكد؟ قال إيه متأكد. بالنسبة إلى جيميناي فهو اختار لويس سواريز لأنه العقل المدبر للفريق، وبوشكاش مجرد هداف وأدواره كانت سهلة. بالنسبة لكلاودي طلب منه كم
فتم الاستغناء عن خدماته وتم تعيين بير بليكسيتي، ودخوله كان مباشر وقوي، واختار لويس سواريز حتى تصير النتيجة 2-2. فالنتيجة النهائية صارت في ايد ديب سي، بس طلع قليل اصل وادب وتربية واخلاق، فتم تعيين جروك مكانه واختار بوشكش. ولان القرار مصيري والحكم جديد فتأكدنا من ميوله، فكان رده منطقي وخالي من اي شبهات، فتم اعتماد النتيجة بفوز بوشكش بالكرة الذهبية. ولان اغلب المتابعين عندي اعمارهم بين 25 الى 44 سنة، خلنا ننتقل من الستينات الى بداية الالفية الجديدة، حتى الاغلب يعيش جو الاكشن كونه معاصر الى هذه الفترة. بس قبل لا نبدأ احب اشكر جمهور السعودية والجزائر ومصر والمغرب والعراق وكلكم بدون استثناء، شكرا شكرا من القلب على دعمكم الخرافي للقناة من بدايتها. Why are you gay? نبلش في سنة 2001 لما فاز مايكل أوين على حساب راؤول وأوليفر كان. ونقطة الجدال كانت راؤول من ناحية الأرقام هو متفوق على أوين بفارق كبير جدا، فهو هداف الدوري الإسباني وهداف دوري الأبطال. أما أوليفر كان فهو يتفوق على أوين من ناحية الألقاب بفارق كبير، دوري وكاس ودوري الأبطال. ولولا تصدياته كان فالنسيا فاز بأول لقب دوري أبطال في تاريخه. فلجنة الحكام شوفوا شغلكم. فشات جي بي تي اختار راؤول وقصف اوين للمركز الثالث، لكن جيميناي قال لا يا جماعة انتم تظلمون صاحب ال 22 سنة واختار اوين. الحشيش تمام حاجه الهوا زي الفل يا سيدي الناس. بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في سنعود بعد قليل. عدنا. تم استبعاد ليتشات من لجنة التحكيم، وتم تعيين كوبايلوت الابن البار لمايكروسوفت واختار راؤول. والبير اختار أوليفر كان، وجروك حسم الجدال واختار راؤول غونزاليس. والمصيبة اللي جابتها هالسنة انها خلت الناس يضيعون وما عاد يدرون شنو المعيار الحقيقي للفوز، هل هو الاداء الفردي، الارقام، ولا الالقاب، أو مزاج المصوت. لهذا السبب في سنة 2003-2004 اللي فاز فيها ندفيد وشيفشينكو الجدل وصل إلى أعلى مستوياته، لأن الطرف الثاني اللي كان في المعادلة هو تيري هنري. فعلى مستوى الأرقام والمستوى الفردي فهنري كان أعلى منهم، بس على مستوى الألقاب الجماعية ندفيد كان متفوق عليه في 2003. وفي 2004 هنري وشيفشينكو كانوا متعادلين تقريبا في الألقاب، بس من ناحية الأرقام والمستوى الفردي هنري كان أعلى. فالمنطق كان يقول هنري، أو على أقل تقدير ديكو البرتغالي اللي فاز بثلاثية مع بورتو، دوري وكاس ودوري أبطال، مع أداء خرافي وأرقام فوق الممتازة بالنسبة إلى لاعب خط وسط. ولفض الجدل خلنا نروح إلى لجنة التحكيم. شات جي بي تي اختار هنري في 2003 بدون أي تردد، وديكو في 2004، وجيميناي اختار هنري في 2003. في 2004 اختار ديكو في المرتبة الثانية وهنري في الأولى. والبير بعد شوية مراوغة اختار هنري في 2003، ولأنه يحب المراوغة اختار رونالدينيو في 2004. جروك بعد تحليل طويل عريض صدمني باختياره. في 2003 اختار رونالدو الظاهرة، في 2004 اختار هنري. وكوبايلوت بديل ليتشات حب يثير الجدل واختار مالديني في 2003 وديكو في 2004. فالفائز في 2003 هو هنري، و2004 يوجد تعادل بين هنري وديكو. هذه اللي ما فكرنا فيها. ذكي انت ذكي وذواق. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته. فليتشات حسم الجدل بفوز هنري في 2004. فاحنا الحين دخلنا منطقة الخطر. كل الحالات الجدلية الجاية مرتبطة بريال مدريد وبرشلونة، فاللي بيصير ببساطة من 2009 وطالع إلى 2024 راح نمر على كل الحالات الجدلية ونعمل التصويت مباشرة بدون ما ندخل في التفاصيل، ولا الحلقة ما راح تخلص إلا السنة الجاية.
في 2010 الكرة الذهبية راحت إلى ليونيل ميسي، السنة اللي كان فيها جدل كبير حول أحقية ويسلي شنايدر صاحب الثلاثية التاريخية بالفوز بالجائزة، أو على أقل تقدير أنيستا أو تشافي. وبدون رغي زيادة يلا على التصويت، والصدمة إن الكل اختار شنايدر وبالإجماع. آسف ميسي تم سحب الجائزة في 2010، وتم استبعاد سنة 2011 و12 و15 لأنه ما كان في أي جدال بحقية فوز ميسي بالكرة الذهبية. ولكن الجدل رجع مرة ثانية في 2019. ميسي فاز بفارق بسيط عن فان دايك المتوج بدور الأبطال، فلجنة التحكيم شوفوا شغلكم، ChatGPT يختار فان دايك، لكن جيميناي ينصف البرغوث الأرجنتيني ويصوت إلى ميسي. والبير كونه مشجع للكرة الجميلة اختار ميسي. لا محترم جدا. وجروك الممل لازم يكتب لك مقال طويل عريض وبعدين يصوت، يعني عايش الدور حرفيا. صوته راح إلى فان دايك، كوبايلوت بعد صوت إلى فان دايك. آسف ميسي تم خصم الكرة الذهبية الثانية. ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهابوك يا ليو ميسي. انطلاقا إلى سنة 2021 والجدل حول أحقية فوز ليفا بالجائزة لأول مرة في تاريخه، فنشوف لجنة التحكيم شنو رايها. ChatGPT صوت إلى ليفا، وجيميناي كان متعاطف ومحتار بين الاثنين وبعدها اختار ليفا، والبير كوبايلوت وجروك اختاروا ليفا. أنا أنسحب تفضلي. لأنها وصفتني بعدم التهذيب، وهذا غير نحن على الهواء مباشرة. أنا قلت لها على الهواء إن شاء الله يا رب نكون في القمر. أنا مالي سيدة صفيناز كاظم، نحن على الهواء مباشرة. الغي رحلتي. في 2023 بعد أن ختم ليونيل ميسي كرة القدم حرفيا بفوزه بكأس العالم المقام في قطر، إلا أن الجدل استمر بأحقيته بالفوز بالكرة الذهبية، خصوصا أن هالاند ورودري قدموا موسم أسطوري مع مانشستر سيتي. فلجنة التحكيم عليهم. ChatGPT يختار رودري، وجيميناي يختار ليونيل ميسي لأن كأس العالم هو حدث استثنائي بالنسبة له. بس جروك كان عنده رأي مختلف واختار هالاند، وكوبايلوت يأكد على الاختيار ويختار هالاند، والبير يختار ليونيل ميسي. يعني اللي فاز shit. Here we go again. تفضل اطلع برا. خاطري كلمة ودي أقولها بس لا صعبة، هذه لو قلتها راح أنسجن. فالكرة الذهبية إلى 2023 تذهب إلى ميسي. وجاء وقت ريال مدريد، فيلا نروح إلى 2013 لما فاز فيها كريستيانو رونالدو على حساب ريبيري اللي حقق خماسية مع البايرن. ولحد يومك ريبيري نفسه مو ناسي هاليوم. فخلنا نروح إلى لجنة التحكيم ونشوف. وChatGPT صوت لكريستيانو لأنه ظاهرة فردية، وريبيري مجرد جزء من آلة بايرن، فكان لازم نتأكد. فريق التحكيم قسم بالله انتو اخس فريق في الدنيا، تحكيم في تحكيم قسم بالله. ولكن لما عدت طرح السؤال مرة ثانية اختار ريبيري، وجيميناي اختار ريبيري، بس البير كان عنده رأي ثاني واختار كريستيانو رونالدو لأن أرقامه كانت استثنائية، وكان متأثر بمباراة الملحق بين البرتغال والسويد. ولكن جروك وكوبايلوت اختاروا ريبيري. صار لي 20 سنة مظلوم. الوقت بس السرعة. في 2014 الجدل كان أقل بكثير هالمرة، وسبب الجدل أنه كان في أصوات من بعض اللاعبين والصحافة تطالب بإنصاف مانويل نوير كونه الفائز بكأس العالم. فلجنة التحكيم شوفوا شغلكم. فChatGPT كان لازم نغير طريقة السؤال للحكم الحمدوني، والصدمة كانت اختياره لنوير على حساب رونالدو. ولما سألته هل أثرت عليك بكلامي، رد عليه بدم بارد وقال لا، فتم اعتماد الصوت الأول لنوير. ولكن جيميناي كان مختلف في قراره واختار كريستيانو، والبير يأكد على قرار جيميناي وصوت لكريستيانو، بس كوبايلوت قال لا واختار نوير حتى تصير النتيجة تعادل. والمشكلة أن حسم الجدل كان عند جروك، فتم حسم النتيجة إلى رونالدو، وتم استبعاد سنة 2016 و2017 لأنه ما كان فيها جدل بأحقية كريستيانو.
فالدنيا كانت هدوء، لكنه الهدوء اللي يسبق العاصفة، لأن في 2018 مودريتش يكسر هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة، لكن عدد كبير من المشجعين كانوا شايفين أن كريستيانو ومحمد صلاح وغريزمان أحق من مودريتش، حتى من مشجعين ريال مدريد نفسهم. فيا لجنة التحكيم فض النزاع. شات جي بي تي الحمدوني في زمن الزهايمر وعصر النكران يغدر في الدون ويصوت إلى مودريتش، وجيميناي كالعادة كان يراوغ، لكن بعدها اختار غريزمان. وسألنا جروكو على ما يكمل تقريره المعتاد، استغلينا الوقت وسألنا البير عن رايه واختار لوكا مودريتش. ولما رجعنا إلى جروك بعد اختار مودريتش، وكوبايلت أكد على الاختيار واختار مودريتش. فالكرة الذهبية في 2018 تبقى إلى مودريتش، وتم استبعاد سنة 2022 فكانت مستحقة للحكومة ومن غير أي جدال في الإعلام، لأن الجدال الحقيقي كان في 2024 والحرب اللي استمرت في السوشيال ميديا إلى شهور بين رودري وفينيسيوس. فيا لجنة التحكيم فك النزاع. وشات جي بي تي بعد الاتهامات الأخيرة بالتصويت بناء على العاطفة اختار رودري حتى يبعد الشبهات عنه، ولكن جيميناي يختلف في رايه واختار فيني جونيور. والبير يقول مع إعجابه الكبير بفينيسيوس كلاعب إلا أنه راح يختار رودري، لكن جروك يخلي المنافسة صعبة جدا ويختار فينيسيوس، والضغط كله يذهب إلى كوبايلوت، لكنه أكد على أن هذا شرف كبير له وأنه شخص عقلاني ولا يتأثر بالإعلام. اختياره كان رودري. فالكرة الذهبية في 2024 حلال على رودري. ولو عندك فضول تعرف اللجنة اختارت من في 2025 فالاختيار وقع على عثمان ديمبلي بالإجماع. ولو قلت لي أنت شنو تبي توصل له من هذه الحلقة، شوف الفكرة من هذه الحلقة ولا شي، حرفيا ولا شيء، بس سوالف وترفيه، لأن الكرة الذهبية أصلا معمولة لهذا السبب، عشان نتهاوش ونتحمس ونقعد نثير الجدل على الفاضي. بالنسبة لأخذ الكرة الذهبية على محمل الجد أو النقاش عن عدالة الكرة الذهبية، هذا بحد ذاته ضحك على العقول. الجائزة من يومها وهي معقوبة، من طريقة التصويت لمعايير الاختيار للتحيزات اللي ما تخلص. لهذا السبب أرسن فينجر قال أنا ضد الكرة الذهبية وضد كل هذه الأشياء. وبس هذا اللي عندي، وسلام.